كل سنه بيكون في برامج مسابقات، بس لما محمد رمضان ينزل الشارع ويوزع الفلوس اللي انت شايفها دي يبقى لازم نسال سؤال مهم: هل مدفع رمضان مجرد برنامج مسابقات ولا دي خطه تسويقيه ذكيه تخليه حديث السوشيال ميديا كله؟ لو جينا بصينا على برنامج مدفع رمضان هنلاقي انه بيعتمد على 3 حاجات تخليه ترند كل يوم. اول حاجه مسابقات غريبه بتخلي الناس كلها تتكلم، زي مثلا اليوم اللي كان بيدور فيه على حد شايل تليفون زراير. ثاني حاجه الجوائز الضخمه اللي تخلي كل الناس تتفاجئ. ثالث حاجه انتشار واسع على السوشيال ميديا بسبب تفاعل الجمهور والناس هي اللي بتسوق ليه ببلاش. ولكن اكيد سالت نفسك ليه ده شغال معاهم؟ محمد رمضان مش مجرد بيقدم برنامج، هو عارف كويس ازاي يخلي كل حركه منه ترند. هي الشركات بتصرف ملايين على اعلانات، ولكن بيستخدم عنصر الجدل والتفاعل عشان الناس تروج ليه من غير ما يدفع ولا جنيه اضافي. لكن السؤال الاهم، هل النوع ده من التسويق بينفع دايما؟ والله خليني اقول لك ان الجدل ممكن يخليك مشهور بس مش دايما بيبيع. بعض الناس شايفين ان البرنامج مجرد شو اعلامي، والبعض شايفه فكره عبقريه. بس هل محمد رمضان بيكسب من وراه فلوس اكتر من اللي بيوزعها؟ في النهايه سواء بتحب محمد رمضان او لا لازم تعترف انه بيعرف يلعب اللعبه صح. لكن السؤال اللي لسه ما حدش جاوب عليه، هل مدفع رمضان هيفضل ناجح ولا الجدل هيقلب ضده؟ قول لي في الكومنتات دلوقتي، شايف ان مدفع رمضان فكره تسويقيه عبقريه ولا مجرد شو؟ ولو عندك براند خاص بيك كنت هتستخدم نفس الاسلوب ولا هتخاف من الجدل؟ وفي النهايه لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك وتتابعنا عشان يوصلك كل جديد. اشوفك الفيديو الجاي بافكار جديده. سلام.